ما نحاول فعله هو ترشيد العبء عن خزانة الدولة. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي قال: الدولة تنحاز للمواطن، ونعي أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم لن يلقى قبولا من الشعب. لأول مرة منذ 30 عاما رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش ل20 قرشا، وده اعتبارا من بداية الشهر المقبل شهر يونيو. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم رفع سعر الخبز المدعم بنسبة 300% ليصل الرغيف إلى 20 قرشا. وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن نصيب الفرد من حصة الخبز المدعم على بطاقة التموين، ووضحت إنه حال كانت البطاقة تضم 4 أفراد يصبح نصيب الأسرة 5 أرغفة بدلا من 20 رغيفا يوميا.